السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وخليك هنا. في زحمة الدنيا والحياة مواهب كتير ما بتلاقيش فرصتها رغم إنها تستحق مكانة أفضل وتسليط الضوء عليها، إلا إنها ممكن ما تعرفش إزاي توصل. عشان كده قررنا إن إحنا ناخدك معانا للخطوة الأولى في برنامجنا خليك هنا. خليك فاكر إنك ممكن تبقى معانا في الحلقة الجاية في برنامج خليك هنا. وزي ما وعدناكم برنامجنا كل حلقة شكل وطعم ولون، ولون حلقتنا النهارده كله فن وإبداع. معانا النهارده مصمم الازياء ابن السويس، بلد الغريب وبلد الحبايب، استاذ حماده السيد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. نورتنا. ربنا يخليك يا فندم. استاذ حماده، ممكن تعرفنا اكتر عن حضرتك؟ من ناحيه ايه دي؟ شخصيه حضرتك بقالك قد ايه في مهنه الازياء؟ يعني اكتر من 40 سنه. ايه اللي حببك في تصميم الازياء الحريمي؟ والدي هو اللي حببني في المجال الحريمي. استاذ حماده، حضرتك قلت لي ان انت كنت مصمم ازياء رجالي من فتره. اه قعدت 9 سنين من عام 90 لحد 98. طب ايه اللي بتحاول تحققه من خلال شغلك؟ ان انا افيد نفسي وافيد بلدي، وان انا احاول ابتكر حاجه او اعمل حاجه تفيد بلدي. مين اكتر مصمم ازياء او مصممه ازياء بتلهمك؟ يعني انا على طول كانت الممثل الاعلى كوكو شانيل دي كانت بحب موديلاتها كلها. طيب ايه هي قاعده الموضه اللي بتعتقد ان كل بنت ممكن تمشي عليها؟ هي البنت لو واثقه في نفسها من ناحيه الموضه ومتابعه الموضه هتقدر تلبس نفسها زي ما هي عايزه. ازاي نداري ديفوهات الجسم؟ يعني لو واحده مليانه عايزين نداري الديفوهات بتاعه الجسم، دوت بيبقى من التصميم ولا من خلال ايه؟ هو الاثنين كخامه ممكن الفيزون ليكرا ده اللي بيلم الجسم مع التفصيله مع الموديل كمان، فبيدي الشكل اللي انت حباه. طيب لو انا بقى رفيعه لو ماشي معاك. ماشي، ما انت رفيعه برضو مش. طب قول لي ايه الديفوهات اللي ممكن تداري الجسم الرفيع؟ يعني واحده رفيعه عايزه تعمل لنفسها شويه مليانه شويه، يبقى تختار موديل واسع شويه. يعني في خامه في القماش، في نظام تقليمه في القماش، العرض، الطول بتفرق؟ لا ما بيفرقش. ما بتفرقش لا. معايا. ولو واحده مليانه برضو قول لنا كذلك. نصايح، ناس كتير مستنيه الموضوع ده. التخان ولا لسه الرفيعين؟ والله النهارده في المستشفى قالوا لي عايزين نصايح عشان نقل هو نقل شويه. ممكن بقى القماش اللي يجي لحضرتك الجلسيه ده او القطيفه حاليا كنازله موضه السنه دي، فهي ده الحاجه الوحيده اللي بتلم الجسم المليان. تمام. القصه بقى اللي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا، قصه فستان زفاف طوله 3 كيلو متر. احكي لي القصه بتاعت الفستان وانت شاغل دماغك بيه قوي. هو شاغل بيه من بقالي فتره طويله. لان أنا كنت عامل له دراسه. عامل دراسه جد؟ كنت عامل له دراسه وكنت عامل كذا دعايه في فرنسا ومعانا الفيديو على الشاشه، فيديو الفستان. فده حاجه لو اتنفذ عندنا هنا في القاهره. تمام. بشكل مختلف بنستخدم فيه جميع انواع الجوبير. في جوبير جديد مصري جميل جدا. تمام. عليه لولي الماظ، في يعني خامته والشكل بتاعه شيك جدا. ده لو اتعمل في مصر هنا هيلفت انظار العالم كله. بس دوت في مصر اتنفذت اطول فستان زفاف في العالم. بس ده تكلفته من وجهة نظرك مكلفة كتير؟ هو مكلف حضرتك. لان ده القماش ده غالي، ولكن لازم يبقى فيه دعم مادي لتنشيط حركه التجاره. حلو قوي. بمعنى ان لازم يبقى فيه 3-4 مصانع يبقى فيه دعم منهم. تمام. ان هم ينتجوا القماش ده عشان نقدر ننفذ الموديل ده في مصر. طب انت شايف ان انت ممكن انت ومجموعه من مصممين الازياء ممكن تتكاتفوا ان انتوا تعملوا الموضوع ده؟ طبعا. طب وجه لهم رساله. احنا اهم حاجه هدفنا او فكرتي او هدفنا كلنا ان احنا نلفت انظار العالم ان في مصر حاجه اسمها موضه. ان مصر عملت اطول فستان زفاف في العالم باقمشه مصريه. بنستخدم فيه جميع انواع الاقمشه، طل، جوبير، شيفون، كل حاجه.
دي نفس الخامات اللي استخدمت في الفستان لا والاستراس الفستان ده حضرتك ده فستان تقليدي، عادي. ده اكتر يعني مثلا 20 طوب قماش وكله هو موضوع ان متوصل في هو بعض وطويل بس. كان طويل جدا اه لا احنا بقى الديل بتاعه. وفستان تقليدي. اما مم. احنا بقى بالنسبه لنا عندنا افكار جديده ان احنا ننفذ الفستان ده بافكار مختلفه عن اوروبا. تمام. بمعنى ان نشوف رمز او نشوف حاجه شكل هندسي جديد وننفذ المشروع نعمل ده حاجه جديده او نعمل يعني. حاجه جديده. لما مصر تعمل اطول فستان زفاف في العالم مم. باقمشه مصريه، اكسسوار مصري، هيلفت انظار العالم. لان ده فستان تقليدي واخد جوائز، يعني بالفعل. معمول من 13 سنه، وكانت مصممه ازياء اسمها بس ايرين رجع كرومانيا. دلوقتي، الفكره بتاعته ان هو رجع دلوقتي الناس مبهوره بيه. هو الناس مبهوره بيه حضرتك، بس هو ممكن هم تقليدي. حابين ان هو يتعمل عندنا هنا في مصر. هو ده لو اتعمل حضرتك هنا عندنا هيلفت انظار العالم. تمام. جميع مصممين ازياء مصر حضرتك لازم يشاركوا في الموضوع ده، من اصغر واحد لاكبر واحد، لان احنا كلنا هدفنا ايه؟ مصر بلدنا. ومعانا مكالمه المستشار احمد حزيم. الو. ايوه. ازاي حضرتك سياده المستشار؟ ربنا يخليك، اهلا بيك والساده المشاهدين. معانا استاذ حماده السيد، طبعا غني عن التعريف. طبعا. كان عنده فكره هو هيقولها لنا. اتفضل يا استاذ حماده. اه ده يعني هو يعني فكره كده جايه لي ودماغي يبقى لها سنتين، في مشروع تريفليك بيدور حول الاهرامات، اهرامات تمام. الجيزه تمام. وابو الهول. بالمين مش بالنون. ف وتغيير الرمال ببراد فرعوني، تمام. نغير لون الاهرامات لون ماء الذهب، نخلي الاهرامات دي حاجه كده جنه، ناخد حاجه كده راي زي سياده اوروبا. المستشار. سياده المستشار، ايه راي حضرتك في مشروع التلفريك اللي ممكن يبقى في الاهرامات؟ شوفي انا هقول لحضرتك، طبعا الاهرامات دي من عجائب الدنيا السبع، تمام. وكل العالم كل حضارتنا الثقافيه في الاهرام وفي طيبه في الاقصر وهكذا، وبالتالي عليك اقبال شديد. بما انك بتتكلمي على عاصمه سياحيه، تمام. بتتكلمي على تلت اثار العالم مش بس في الاهرامات. منطقه الاهرامات اريا واسعه جدا، وبالتالي ان انا ادخل عليها تلفريك، ادخل عليها مشاهد من اعلى ومن اسفل، دي افضل حلو. تسويق لمصر. حلو. مشروع بيزود كميه الزائرين للمكان، تمام. سواء طبعا لما تقدر تعمل تلفريك ومحطات زي بعلبك في لبنان وهكذا، مم. بيبقى ده كلام بيضيف جمال ما بين الحضاره وبين التقنيه الحديثه. كلها افكار بتزيد عدد زائرين السائحين، بتضيف جمال للمكان، بتضيف ايراد للسياحي، لانه اهم الايرادات المصريه بالعمله الصعبه. وبالتالي كل الافكار قبل مساله تبقى متعلقه بالتكلفه، متعلقه بالشكل الجمالي، متعلقه بالحفاظ على الاثر نفسه، لكن انك تضيفي ليها فيجن ورؤيه ومكان، ده شيء طيب. ودايما احنا نبحث عن الافكار البكر، تمام، اللي في ادمغه الشباب، ومفيش حاجه صعبه تدرس، تحط لها اليات تنفيذ، تحط لها تكلفه، تحط لها الشكل الجمالي، كل الدنيا بتعمل كده. هي فده نفس كلام فكره. طيب وجميل، ولا نستهون بالافكار. كل الافكار بتبدا كده زي الفاكهه بكر، وبعد كده بتبقى ليها جمالها وليها مردودها وليها عوائد. يعني حضرتك انا شايف ان حقيقه ممكن الموضوع فعلا يتدرس ويتنفذ يا فندم؟ طبعا. ما هو المساله انك انت مش بتعملي حاجه غريبه، كل فكره عظيمه بدات، حتى الاختراعات بدات بفكره لا يتقبلها الاخرون، لان تمام. المبدع دايما العقول العاديه بتنظر على انه ده كلام خيال، ده كلام ما ينفعش، ده كلام. حضرتك مثلا من كام سنه لو كنت قلت لك في ايدك موبايل حته حديده بتتكلمي فيها العالم كله، بتشوف العالم كله، كنت هتقول ده تمام. نوع من الجنان. وبالتالي كل الافكار بتبدا كده، علينا ان احنا نحترمها، نحطها للدراسه، نشوف عوائدها، نشوف تكلفتها، نشوف شكلها الجمالي، تمام. وبالتالي ليه لا نضعها على محك الدراسه ومحك التنفيذ. هو طبعا فكره وكمان من ابن انا عامل السويس. كمان دراسه كمان ان برضه يبقى فيه على النيل، يمشي برضه على النيل، يعني كل يعدي الاماكن النيل، وارده، مش الاهرامات كل بس، لا ده الاماكن. في برضه منطقه معينه عامل لها دراسه ان يعدي برضه رفليك على النيل. حلوه قوي. احنا انت دايما عند حضرتك في بنستهدف. المكسيك عاملين 3 اهرامات، تمام. يعني تعبانين، وعامل لهم النماذج موجوده جناين في الصين وعامل وفي لهم حاجات المكسيك جميله. في اكثر من دوله، من كتر ما هي شيء مهم
نماذج العربات وبلاد في كل ثانيه. سيادة المستشار طبعا مش غريبة ومش بعيدة على ابن بلد الغريب طبعا ابن السويس، بلد الحبايب، ان ربنا هو يخليك، ربنا يفكر يخليك. افكار حبا في مصر. الحمد لله، ربنا يعلم. يعني هو حضرتك طبعا طالما جبت سيره السويس يعني السويس. سامعني؟ ايوه مع حضرتك. فالسويس دي أدت ما عليها من ضريبة نظام لمصر على طول اكيد التاريخ اكيد القديم والحديث. اكيد. السويس بلد أو محافظة من أكبر المحافظات اللي بتساهم في الإيراد العام للدولة في ميزانيتها حوالي 18.2%. تمام. السويس مدينة لها مستقبل وصفحة في تاريخ العالم اللي قال تاريخ. فالسويس دي حاجة يعني طب يعني ايه إنه رايك في يطلع افكار من حماده؟ ولادها مبدعين انت وناضلين اسألني. ومثقفين وسياسيين، ده الامر الطبيعي يعني يعني السويس دي اصلها عشق خاص. استاذ حمادة بيسأل حضرتك ايه رأيك في الافكار بتاعته؟ الو. الو. ايه يا استاذ احمد؟ ايوه يا استاذ حماد. انت منورنا والله. ربنا يخليك يا حماده وبالتوفيق، وانا مبسوط انك انت عندك الجرأه انك تدافع عن افكارك، وانك عندك مثابره انك توصلها لكل الناس ولاولي الامر. وده اي دوله في العالم بتنمو بافكار ولادها ومبدعيها، وربنا يوفقك يا حماده. ربنا يخليك يا استاذ احمد. انا بعت حضرتك فاكس لرئاسه الجمهوريه بالمشروع. مش سامع؟ يعني بعت انا فاكس لرئاسه الجمهوريه ووزاره السياحه والاثار السنه اللي فاتت ما بالمشروع، انا بقول ان شاء انت الله. فيك ومفيش ميزه استجابه جميله. ليه يا استاذ احمد؟ طيب يا سيدي احنا بنحاول مره واثنين وثلاثه، ما هي دي المثابره وده الصبر على ودي القناعه. مره ما جاتش، المره الثانيه ان شاء الله هتيجي. ان شاء الله. وادي النهارده انت برنامج على الهواء والناس شايفاه كلها بتتفرج، وهيبقى على اليوتيوب. يعني المحاولات معلش هو في شويه بطء في اتخاذ القرارات، لكن في الاخر انت بتساهم، والافكار بكري موجوده على، والنهارده في السوشيال ميديا تقدر تحتضن هذه الافكار ولغايه ما ربنا يوفق وتلاقي اللي ينفذها يعني. سيادة ربنا يخليك يا استاذ احمد، ربنا يخليك. وبنشكرك المستشار. على المداخله التليفونيه الجميله دي. شكرا لحضرتك سيادة المستشار، ونورتنا وشرف لينا وجودك معانا في الحلقة. استاذ حمادة ايه اكتر الاشياء بقى اللي بتلهمك؟ اللي بتلهمني اه من ناحيه يعني ان انت تبقى قاعد حاجة تلهمك تصممها، ايه اكتر موديل مثلا لفت انتباهك وحبيت ان انت تصممه؟ اكتر موديل اخد، ان انا عرفت ان في موديل اخد من وقتك وقت كبير، جات لك فكرته منين؟ انا عامل فكره فستان بقالي بتاع 3 سنين شغال فيه لحد دلوقتي. اللي انت قلت لي عليه، الفكرة بتاعته جات لك منين؟ من دماغي كده، مثلا ما عنديش شغل فبجيب القماش وبجيب قماش تاني وبقعد. ده هاند ميد صح؟ كله هاند ميد؟ مش كله، اه لكن كله الماظ ولولي، وعامل له رسومات، ومستني بقى في حاجات تانية برضو كل شويه بتجي لي. انا ممكن اعمل له زي ايه، زي لونات صغيره كده، علشان لو انت مثلا نور قطع الفستان ينور لوحده. حلوة. حلوة الفكرة دي. انا كمان حضرتك ده سواريه؟ هو سواري. حلو. انا عامله كمان ليجن ولونه احمر. تمام. انت معايا؟ واللي عامل له اكسسوار كله ذهبي. حلو قوي. ولولي يعني بس كبير دلوقتي ووسط هو في صغير. لمض، هي مثلا لا هتحط لسه الفيشه لسه لا لسه بحجاره ببطاريات؟ صغيره، حجاره صغيره. تمام حلو قوي. فهو ايه زي ما تقولي كده، كل فتره كل شهرين 3 اعمل فيه حاجه. طيب جميل يعني جدا. ما عنديش مثلا في عندي فراغ امسك الفستان ده حضرتك. انت مش عايز تخلصه مره واحده عشان تطلع كل الابداع والفن اللي جواك في التصميم ده؟ انا بقالي 3 سنين والله حضرتك شغال فيه، بس كل 3 4 شهور يعني هننتظرك حلقه تكون صممت الفستان شاء وهيبقى الله. حصري لينا. باللون، خليك هنا. باللمض كمان. طب باللمض. يعني النور لو قطع حضرتك كده في حاجات زي زرار كده الفستان ينور لوحده. يعني لو هي واقفه في فرح والنور قطع او هم طافيين النور، هي لوحدها اللي تبقى ما هي لو لسه عليها زرار سبوت. حلو هينور. جدا، حلو. يعني حاجه حلو، فكره جديده طبعا. وحضرتك كمان برضو انا الحمد لله كنت في افضل خياط في القوات المسلحه المصريه ما شاء الله. عام 96 98. ما شاء الله. وكنت برضو اشهر خياط او اشهر مصمم ازياء حريمي في محافظه السويس عام 2000 2007. حلو قوي. وبعد كده امتنعت بقى يعني لحد ما ايه
بيتفكر في كم مشروع كده برضو يفيدوا بلدي. طيب تمام. استاذ حماده، دلوقتي انا جبت لك قماشه هي مش غاليه، وعايزاك تفصلها لي موديل عالي زي مثلا موديل الفنانات المهرجانات، بالفعل ولا بتبقى القماشه بتتحكم في التصميم، لا هو برضو حضرتك في، ولا هي بترجع ليك انت للفن اللي جواك انت؟ ما هو بيرجع فعلا للفن، اللي ممكن تكون قماشه رخيصه والواحد يطلع منها فستان جميل جدا. هديكي مثلا حضرتك صغير كده، اتفضل. فستان مثلا الفنانه الكبيره رانيا يوسف اللي هو الاوف وايت. اه مش الاسود، الاوفايت الاوف وايت الاخير. اه. تمام. دي القماشه ديت اسمها ليكرا سكودا. اللي هو كان من تحت، ايوه من تحت الليكر، ليكرا. ليكرا. ليكرا لان ايه ومن فوق كان في ستراس من فوق كده. اللي فوق حضرتك جوبير مقلم. م-م. فهو ده يعني سعره مش يعني مش عايز اقول سعره بكام في الازهر، لكن اللي حابب يعمل زي نفس الفستان ده الازهر في نفس منطقه الازهر في الحسين. انا جايب زيه وعامل زيه وبعت لحضرتك باين صوره بنفس نفس التصميم بالظبط. طبعا تقريبا كلفك قد ايه؟ انا هو كلفني 1200. حلو جدا. ده انا بس عشان فاتح مكان يعني على قدي والحمد لله، يعني راضي بيه. ربنا يوسع عليك. ربنا يخليك. ولكن في مكان اقيم ومكان تاني فما ينفعش يعملوا كده. حتى هو لو هيقول لها هيتكلف 10000 هتقول له لا. لا 50000 جنيه هتدفع. ليه بقى؟ المكان والاسم المصمم الازياء او المصممه الازياء اللي هي بتتعامل معاها امكانياتها بتسمح بكده. وممكن تكون برضو جايبه قماشه اغلى من كده. تمام. يعني الله اعلم برضو رسول. على لكن انا بقول على وجهه نظري والحاجه اللي انا شفتها وجبتها وعملتها. فانا بتكلم على قد ففي قماش غالي برضو حضرتك، مش يعني هو التصميم، هو التصميم في حضرتك برضو قماش المتر بيعمل 10000، بيعمل 20000، بيعمل 30000 القماشه نفسها. يعني ايوه انا عايزه افهم بس عشان الاسعار الفساتين اللي احنا بنسمعها خياليه، فاحنا بنتكلم برضو هي بترجع للتصميم الخامه نفسها والتكلفه اللي في القماشه نفسها. ما هو برضو في حضرتك على حسب الاكسسوار اللي فيه. في قماش بيجي فيه لول طبيعي من بره مش من هنا، فده ليه سعر تاني. تمام. في حاجه حضرتك هنا يعني في جوبير انا عامل فستان بزفاف الواحده كلفني 13000 جنيه. تمام. والقماش حضرتك برضو غالي ولكن واخد قماش كتير. طب احنا معانا صور للفساتين ممكن نشوفها؟ ماشي اتفضل. طيب استاذ حماده ممكن تعلق، استاذ حماده ممكن تقول لنا بقى موضه 2021 القماشه القطيفه. في قطيفه الليكرا وفي قطيفه عاديه فرنساوي اللي هي بتبقى خفيفه شويه. ايوه وليكرا صح. وفي برضو قطيفه بيض برضو مشجره جميله جدا، وفي نازل منها برضو مقلم، وفي منها كراهات. تمام. قطيفه بيض كراهات دي برضو شيك جدا، لكن دي موجوده في محلات معينه في عباس العقاد. طيب يعني استاذ حماده فاصل ونرجع تاني. فاصل وراجعين لكم تاني، خليك هنا. ورجعنا لكم تاني، وخليك هنا مع استاذ حماده السيد مصمم الازياء ابن السويس، منورنا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. استاذ حماده بقى ايه هي الوانات الشتاء؟ الاسود حضرتك ده رقم 1. تمام. الاسود ده اساسي صيف وشتاء؟ لا لكن في السنه دي حضرتك لفت انظاري جميع الممثلين جميع الفنانين جميع المطربين لابسين اسود. تمام. معانا صور الدريسات او دوت الفستان دوت. شيك جدا وبرنسيس رهيب. دوت تصميم الليل بتاعه بيتشال وبيتركب صح؟ في كده في في فساتين كده. ما ينفع. تمام.
وده انت ممكن تصمم حاجه زي كده؟ لا هادي جدا، لا يعني ده حاجات بسيطه. تمام. لا شيك ورقيق. ودوت على اي جسم رفيع بيديله. وده برضو شيك جدا تمام. يعني. حاجه زي كده تاخد منك وقت قد ايه؟ على حسب العماله اللي عندي، امم. ممكن ياخد يومين. فعلا. لو عندي عماله، في عندي عماله ياخد يومين. حلو ده قوي. هادي جدا ده، وده برضو شيك قوي. الاسود اللي انت بتحبه. لا وده هو الاسود هو ملك الالوان ما طبعا. هو وزيت، ده زيتي حضرتك. مم. زيتي زيتي مش اسود. لا زيتي، هو عشان الصوره غامقه شويه. طيب استاذ حماده، دلوقتي احنا داخلين على فصل، او احنا بالفعل في فصل الشتاء. عايزين نعرف بقى، هل السلوبيتات موضه؟ لان السؤال دوت متسالي. السلوبيتات هي كانت موضه في الصيف. تمام. مش في في الشتاء. يعني لو واحده مليانه، هي مليانه عايزه بتسال، لو هتلبس سلوبيت هتظهر الديفوهات بتاعتها؟ لا برضو هي ترجع للخامه. يا اما لو هي حابه تعمل حاجه في الشتاء، القطيفه. برضو القطيف. القطيفه هو ده الحاجه القطيفة الوحيده اللي بكل بتلم أنواعها بقى. الجسم المليان. تمام. استاذ حماده، ايه طموحاتك؟ طموحاتي طموحاتي مالهاش حدود والله. عايزه اسمع بقى. طموحاتي في بلدي حضرتك والله. يعني نفسي اشوف بلدي احسن بلاد الدنيا كلها، ان شاء الله. وربنا يعافيها من الوباء اللي احنا بنمر بيه، ازمه وهتعدي ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى حامي مصر وحامي شعبها. هتعدي ازمه وهتعدي ان شاء الله. وبرده موضوع ان شاء الله التلفريك ده، انا عارفه ان الموضوع دوت ده موضوع سياحي، وبعدين كمان عامل صيغه ودراسه جميله جدا، يعني الغاء جميع العشوائيات مثل ركوب الكاريتا، ركوب الجمال، مع تعويض اصحاب هذه المهن الجميله بمبالغ ماديه او توظيفهم في اماكن اخرى. ونخلي كده منطقه الجيزه ومنطقه الاهرامات دي حاجه كده. بس اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت في الاهرامات من يومين 3. سرحت في المشروع بتاع التلفريك، لقيته هيبقى حلو جدا. بس حته الكاريتات يعني احساس في حاجات داخلي حضرتك احدث فيها حاجه حلوه قوي. ما هو احنا بقول لحضرتك ايه، هي ممكن أصحاب موضوع المهن الحسنة عشان الجميله. فعلا. تمام. مهن جميله، ولكن حضرتك في تطورات، روحي كده. رحتي فرنسا، شفتي برج ايفل حضرتك لا، ما عامل رحتش ازاي؟ فرنسا لسه. لا ربنا يسهل وتروحي ان شاء الله قريب. الله. حضرتك حاجه جميله جدا، روعه. ما تلاقيش حضرتك ورقه مرميه، ما تلاقيش موتوسيكل معدي، ما تلاقيش عربيه. اكيد طبعا. احنا حاجه كده تروحي تتباهي ان انت في دوله اوروبيه. طب ليه ما نعملش، ما نحققش دي في بلدنا احنا؟ ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى يا رب كده كل الاماني الحلوه لمصر تتحقق. وانت نورتنا. ربنا يخليك يا فندم. وكمان برضو ده فكره الفستان ده لو اتعمل هنا في بلدنا هتتعدى العالم كله ان شاء الله. احنا عندنا هنا حضرتك برضو مصممين ازياء معروفين على مستوى العالم. اكيد طبعا. عندنا مصممات ازياء برضو ممتازين جدا معروفين على مستوى العالم. عندنا اقمشه جميله جدا، عندنا مصانع، عندنا افكار مصريه. ليه ما نحققش وما نعملش حاجه تلفت انظار العالعالم؟ ان شاء الله حلمك يتحقق ان شاء الله. ربنا يخليك ان شاء الله. وحضرتك نورتنا. ربنا يخليك وتحيه من عندنا للسويس. ربنا يخليك. وانا بشكر قناه الصحه والجمال، قناه جميله جدا، وقناه ربنا كده يديها تحياتي بقى للسويس، الاعلامي الجميل احمد صديق والاعلامي علي الضماطي. تحياتي ليكم، شكرا ليكم ونورتونا.